تشانسي كولينز، زويتا، بن مهين، بينطر النوبي. دفاع جيد جدا من فريق الاتحاد. سكرين من دياني. طب 7 ثواني تنفيذ الهجمه. بن مهين ما بيسجل، والريباوند للكابتن هيثم خليفه. دولا، لميدو، مقطوعه من ايوب، والخطا على الكابتن هيثم خليفه. نرجع نشوفها كيف وقفوا تماما لايوب. هذا الخطا الاول على هيثم. نرجع نشوف عودة مدرب فريق الفتح يلي ما كان راضي ابدا 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 بين الشوطين. ايوب، سكرين من دياني، مقطوعة من دولا. دفاع عالي وجيد جدا من الاتحاد. دولا بالعالي عم بيسجل. 25 نقطة أصبح الفارق. بن مهين عم بيخرج وعم بيدخل مكانه الهوا. بن مهين منه راضي ابدا 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 عن اداء فريقه، وبفهمه. بن مهين مسجل لحاله 16 نقطة من اصل 38. بالمقابل سكور موزع على فريق الاتحاد. بهاللحظات خطأ لمصلحة اللاعب ايوب النوحي اللي رح يستفيد من 2 شوتس. رح نشوفها بالإعادة. عم يستفيد من الخطأ على اللاعب رقم 20 ياسر صالح. ثلاثة وستين 39. تاني ما بيسجلها. دولا، سكرين من احمد خلف، ترجع له لهيثم، لا ياسر صالح، وبيستفيد من الخطأ. نرجع نشوفها بالإعادة. الخطأ على مامادو دياني. ياسر صالح لا يفتتح التسجيل، ما سجل ولا نقطة. الأولى ما بيسجلها. كمان تاني ما بيسجلها لهلا ولا نقطة بعد لياسر صالح. تشانسي كولينز بيروح عكس سكرين، بيتخطى أحمد خلف، وهالمرة بيطلع بقوة على السلة. 63 41. أحمد خلف لميدو. ميدو بيستفيد من السكرين من هيثم لبرا لعند دولا. هالمرة ما بيسجل دولا. ريباوند لأيوب. يعني مهمة كبير، 22 نقطة، فارق كبير ومنه سهل ليتنزل. أيوب، زويتا، تسديدة ثلاثية. كولينز ما بيسجل. الريباوند لدياني كمان. اوف، دياني اليوم بعيد كثير عن مستواه. 7 ثواني. النوبي 4-3 بيسدد من محل بعيد، والمرة ريباوند للخلف. ياسر صالح، دولا اوبن شوت، ما بيقرر يسدد. لخلف لبرا، فيك، وبيطلع هيثم بيحاول يعمل دانك وبيستفيد من الخطأ. على اللاعب رقم 11 على الكابتن زويتا. هذا الخطأ الثاني على زويتا. تو شوتس للكابتن هيثم، او اللي بيسجلها. بيرفع الفارق ل 25 نقطة، والثاني كمان. فارق كبير كتير. يعني فريق فتح الرباط عنده مهمة
كتير كبيرة إلا إذا ما كانت مستحيلة أمام فريق عنيد مثل فريق الاتحاد. شانسي كولينز الهوا لبرا لعند شانسي عن جديد. الهوا بقرر يسدد عن 3 نقاط ما بيسجل. اوفنسيف لزويتا اللي عم بيسجل. تب من زويتا. ياسر صالح. ياسر لعند هيثم بيتعرض للبلوك. بترجع طابة لعند هيثم لبرا لعند ياسر صالح واخيرا بيفتتح التسجيل الشخصي له. 3 نقاط لياسر. بيرفع الفارق يرجع ل 25 نقطة. زويتا لعند ديان محاولة آل أيوب ترجع لزويتا عن جديد. أيوب درايف على السلة مع الباك بورد. اوف ريباوند لميدو لدولا. احمد خلف. ياسر بيستفيد من السكرين من احمد. تسديده من الميد رينج ما بتنجح. خطا اللاعب ياسر صالح. تبديل باللحظات. خروج اللاعب عم نشوف بالاعاده. خروج مامادو ديان وعودة اللاعب كوردو اللي عم نشوفه بالشاشة. زويتا شانسي كولينز لكوردو اللي بيلاقي زويتا لبرا لعند شانسي بيسجل. شانسي كولينز عم بيسجل 3 نقاط. 68-46 نتيجة. ياسر صالح لهيثم. ياسر عن جديد عن 3 نقاط. اوف تبرم بتطلع برا. شانسي كولينز لتحت سلة لزويتا بيرتا لبرا لعند النوبي. كولينز كوردو تحت السلة بيستفيد من الخطأ على ياسر صالح. عن جديد بالريبلاي كوردو عم نشوف الخطأ على ياسر. هذا الخطأ الثالث على ياسر. بيسجل أولي. 68-47. عم نشوف اللاعب يوسف بوشوشة عم بيتحضر. تاني بيسجلها. عودة اللاعب بوشوشة وخروج اللاعب ياسر صالح أمام أنظار مدرب فريق فتح الرباط بوزيدي سعيد يلي منه راضي أبدا اليوم. 20 نقطة الفارق لمصلحة الاتحاد السكندري اللي عم بيسير المباراة بنجاح نحو التأهل للمباراة النهائية. دولا ميدو في بوجود شانسي كولينز. بيلاقي هيثم برا. هيثم معه 3 ثواني ثانيتين. تسديده من احمد خلف ميد ديستانس والريباوند لتشانسي كولينز. هلا لازم فريق الفتح الرباط يستفيد لينزل فارق تحت ال 20 نقطة. تسديده ثلاثية. ايوب النوحة عم بينزل الفارق ل 17. 68-51. دولا لتحت السله لعند هيثم لعب احمد خلف اللي بترجمها بنجاح. حلو كثير طابه كيف نقلت من برا لجوا. نرجع نشوفها بالاعاده. شوفوا هيثم شافوا لاحمد خلف عنده مسماتش مع الهوا وقدر يسجل. 70-51. نوحي اول ذا واي على السله وعم بيستفيد من الخطا على اللاعب احمد خلف. خروج اللاعب دولا وعوده اللاعب مايكل ديكسون. عم نشوفها بالاعاده. تو شوتس لايوب النوحي.
لهنا رجع يرد الفارق لل 17. ما بيسجل الأولى. وكمان ما بيسجل الثانية. ريباوند مايكل ديكسون. هيثم. مايكل عن جديد في بوجه تشانسي كولينز. سكرين. تسديدة ثلاثية ما بتنجح وريباوند لأيوب. أيوب بيخترق. واو ان سبورتسمان لايك فاول على اللاعب يوسف بوشوشة. يعني ما بعرف شو بده فيه كان يوسف. فارق 19 نقطة. عمل الخطأ وحاول يأخره. تسديدتين والبوسيشن بترجع لفريق الفتح. أيوب النوحي لهلا يعني أيوب نسبة على الفري ثروز واطي جدا. عم نشوف شوفوا الفاول كما شو فينا نقول. هيدا يوسف بوشوشة. كمان أيوب النوحي ما عم بيقدر يسجل. إذا تسديدتين ما بيسجلون. تبديل بهاللحظات. دخول اللاعب أنس محمود وخروج اللاعب أحمد خلف. سايد بول كوردو. أيوب. تشانسي. 3 دقايق لنهاية الربع الثالث. تشانسي عن 3 نقاط ما بيسجل. ريباوند حلو كتير لأنس محمود. لبرا لعند بوشوشة. لميدو. مايكل ديكسون. أنس محمود عالي كتير ولكن ما بيقدر يسجل. ريباوند لتشانسي كولينز. لهو عن جديد لكوردو. كمان ما عم بيسجل. لحظات ارباك هجومي عند الفريقين. حلوة كتير. ميدو عم بيستفيد بالخطأ. عم بيستفيد من الخطأ من تشانسي كولينز. ميدو شوفوا كيف تخطى للهواء وحاول يطلع على السلة ولكن تشانسي كولينز كان بالمرصاد بالخطأ. 2 شوتس لميدو. المخرج رولانداو. بيسجل أولى. والثاني كمان. درايف على السلة من زويتا ما بيسجل هالمرة. تورن اوفر عن جديد. زويتا بيزتها لكوردو. كوردو لبرا لعند أيوب النوحي للهوا. الهوا لكوردو. كوردو كمان ما بيسجل. هالمرة ريباوند لهيثم خليفة. لبرا لعند مايكل ديكسون كمان ما عم بيسجل. الفريقين لهلا ما عم بيسجلوا. أيوب هالمرة درايف على السلة وبيسجل ليرجع يرد الفارق تحت 20 نقطة. مايكل ديكسون. أيوب حلوة كتير اللعبة بينه وبين أنس محمود. عم نرجع نشوفها بالإعادة. حلوة كتير. تشانسي كولينز. زويتا. الهوا. زويتا عن جديد لخارج أرض الملعب. بهاللحظات عودة اللاعب مامادو دياني وخروج اللاعب كوردو. سايد بول الهوا وبيخلص ال 24 ثانية.
والطابة سايد بول مع فريق الاتحاد. هيثم لمايكل، هيثم خليفة عن 3 نقاط ما بيسجل. ريباوند لأيوب. تشانسي كولينز لبرا لعند زويتا لتشانسي لعند زويتا عن جديد، وتيرن اوفر على فريق الفتح. 43 ثانية إذا لنهاية الربع الثالث، وفريق الاتحاد السكندري بطريقه إلى المباراة النهائية إلا إذا صار في أي مفاجأة غير متوقعة بالربع الرابع. فريق الاتحاد السكندري بسط سيطرته من الربع الأول وتابع بنجاح وسير المباراة بنجاح على هواه على مصلحته وبطريقة مميزة جدا. كمان حلوة كتير، مش مرة مرتين عم نرجع نشوف نفس اللعبة بين مايكل ديكسون وأنس محمود. حلوة كتير يعني، حلوة كتير على الأليوب، حلوة كتير. بالمقابل الهوا حتى لبرا لعند تشانسي كولينز، كمان تشانسي ما عم بيسجل. مقطوعة، طابة بتضلها مع محمد جمعة. 6 ثواني على التنفيذ، لا إلى خارج أرض الملعب. يعني محمد طه عم بيعترض عند الحكام. ثانيتين لنهاية الربع الثاني. أيوب النوبي بيطلب منه يسدد، بيسدد، اوف قريبة. إذا نهاية الربع الثالث مشاهدينا بفارق 23 نقطة لمصلحة الاتحاد السكندري على الفتح الرباط المغربي 76-53. إذا عودة اللاعبين لبداية الربع الرابع من المباراة. النتيجة تقدم الاتحاد السكندري على الفتح الرباط المغربي 76-53. أفضل مسجل من جهة الاتحاد هو محمد طه 18 نقطة و11 نقطة لهيثم خليفة، بالمقابل 16 نقطة لبن مهين و10 نقاط لزويتا. سايد بول مع الاتحاد السكندري اللي راح يجرب يسير المباراة ويفوز فيها ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الكويت الكويتي. أيوب النوحي عم بيستعرض، أيوب وعم بيسجل بدنك. نرجع نشوفها من بعد ما سرق الطابة منه لمحمد طه. شوفوا أيوب بالعالي. مايكل ديكسون مع الباك بورد ما بينجح. زويتا على الريباوند، يعني 21 نقطة فارق. كمان المرة تشانسي كولينز ومامادو ديان بكونكشن نادرة خلال هالمباراة، عم ينزل فارق ل 19 نقطة. محمد طه للبخيت، البخيت بيسجل فوقه لمامادو ديان. تشانسي كولينز، تشانسي زويتا لا البيري، بيري بيستفيد من السكرين، بيطلع بوجهه البخيت. بيري لعند مامادو ديان للبيري عن جديد، ميدي ستانس ما بيسجل. ريباوند للبوشوشة، بوشوشة بيردها لبرا لعند مايكل ديكسون للبخيت اللي عم يسدد عن 3 نقاط. البخيت عم بيسدد وعم ينجح ليرجع يطلع بالفارق ل 24 نقطة. فريق الاتحاد السكندري اليوم لا يهزم ابدا. اداء رائع جدا. محاولة اليوب عن جديد، تسديدة ثلاثية، اوفنسيف ريباوند. مامادو دياني، مامادو بوجه فيه بخيت وعم يستفيد من الخطأ. عم بيستفيد من الخطأ من بخيت، يعني عم بيستفيد من الخطأ. مش هنشوفها بالإعادة. فيد اواي، استفاد من الخطأ. و 81-57. تسديدتين للاعب مامادو دياني. عم نشوف اللاعب ياسين محمد عم بيتحضر ليدخل على ارض الملعب. اول تسديده ما بيسجلها. الثاني بيسجل.
81 58 23 نقطة الفارق، 8 دقائق لنهاية المباراة. بيطلع بايده الشمال مايكل ديكسون، ريباوند لأنس محمود كمان بخيط عن 3 نقاط. اون فاير اون فاير اللاعب عبد الرحمن بخيط، اون فاير البخيط. 84 58. مرة الطابة لبرا والبوسيشن بترجع لفريق الاتحاد. بهاللحظات دخول اللاعب باسم. يعني الادوار مقلوبة بهالمباراة. تسجيل عم نشوف من السنترز عن 3 نقاط. 84 58. 26 نقطة فارق مريح جدا للفريق الاتحاد. أنس محمود بيعمل فيك بيردها لبرا لعند باسم لدخل من لحظات تزيد عن 3 نقاط. هالمرة ما بيسجل. يعني حتى إذا ما سجلوا الاتحاد بتكون الطابة كتير قريبة. طب بتبقى بوسيشن مع الفريق الاتحاد. حكم رباح الجيم بيطلب من بنش فريق الاتحاد تو كالم داون. 26 نقطة، ما لازم يكون في أي ستريس. تزيدة ثلاثية من مايكل ديكسون ما عم بينجح فيها. ريباوند لأيوب النوحي، كوردو أو عفوا البيري. أيوب بوجه في ياسر صالح. 2 شوتس لأيوب. بن مهين ما رجعنا شفناه على أرض الملعب. إذا بدي رحب بصاحب شركة جلوبال اكتيف سبورتس الزميل إبراهيم تسوقي، المدير التنفيذي لشركة جلوبال اكتيف سبورتس. إبراهيم، أول شيء يعطيك العافية. عم نشوف هالمباراة قدامنا، عم نشوف فريق الاتحاد السكندري بطريقه للمباراة النهائية. رح نترك شوي التعليق ونستفيد من وجودك معنا. إبراهيم، أول شيء يعطيك العافية. يعني ما بعرف إذا على الهواء. اوكي. اذا ابراهيم بدي لك رجع يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. يعني البطوله مميزه جدا. شكرا. عم تنظمها بنجاح بالتعاون مع الاتحاد الاماراتي وبرعايه مجلس ابو ظبي الرياضي بصاله مبادله ارينا. صحيح. خبرنا شوي عن هالبطوله لهلا، كيف شايف المستوى؟ شو المستوى كثير عالي، يعني مثل ما عم نشوف الكل عم بيتابع. هيدي يمكن رابع مباراة تخلص باكسترا تايم، فرق سله بين الفريقين. فريق الحكمة كان يعني كانت مباراة بين ايديه باول شوطين. ظروف المباراة راحت، رجعوا الكويتية فاتوا على اجواء المباراة وقدروا يفرضوا يعني ايقاعهم على المباراة، اخذوها مطرح ما بدهم، علما انه الكويتي عم يلعب بلا جاكار سامسون يعني اللي عنده اصابة. 3 لوكلز اللي هن محمد عدنان وحمد عدنان وعلي الهدهود، ثلاثتهم عندهم اصابات، 3 لعيبة منتخب اساسية. الحكمة كان انا بقول شغلي، انا اذا بدك في ايجابية باللي صار. البطولة هي اصلا هي بطولة تحضيرية، وبالتالي يعني اللقب فيها طبعا كل فريق بيحب يربح، ولكن هي اللقب الحقيقي اذا بدك او الربح الحقيقي لاي فريق هو يشوف الثغرات اللي عنده ويجرب يعالجها ويتفاداها قبل السيزون. وهيدي اذا بدك اي ادارة نادي تنظر، يمكن لانه اوقات نحن بنقول شغله استيجاد انه الربح بيخفي العيوب. عشان هيك انا بقول يمكن اللي صار فيه ايجابيه لنادي الحكمه اذا بياخذها من هيدي الناحيه، انه يشوف ليش صار معه هيك، يشوف شو الاشياء اللي ادت لهالمحل، ويجرب يشتغل عليها قبل الموسم. بعتقد بتكون افادتها اكثر له
من الفرحه حتى كان عم بديها الفرق 15 نقطة وصل يعني، ولكن للأسف ما قدر يحافظ على التقدم، بعكس فريق الاتحاد اليوم اللي بدأ بداية رائعة جدا، طلع الفارق ل 15 20، وهلا عم نشوف طلع الفارق ل 26 نقطة بمباراة أكبر من متفائلين ما كان مقدر إنه يكون على قد الفارق كبير. هالمرة قدر فريق الاتحاد يحافظ على الفارق، وهون ببين قد الفريق متماسك. فريق الاتحاد عمليا اذا بدك من اول البطوله، خلال البطوله لاحظنا بالمباريات اول شيء كان لما عم يعمل فرق حتى بمباراته مع الكويت، يعني بكره بالفينال هي المباراه اعاده لمباراه صارت بالدور الاول وكمان صار فيها اكسترا تايم وقدر يحسمها الاتحاد سكندري. الفريق بيلعب اذا بدك بانضباط عالي. شايفين الكابتن احمد عمر عامل شغل كثير كبير، بيعمل روتيشن، اللعيبه في عندها التزام، وهيدي بعتقد هيدي الجديه اللي بتشوفها خلال المعسكر خلال المباريات، بعتقد بتنعكس ايجابا على اداء الفريق. طبعا اذا بدك بكره بالفاينلز 50-50 بين الاتحاد وبين الكويت الكويتي. مباراة كانت متقاربة جدا بيناتهم. ايه يعني الاتحاد رح يجرب يرجع يعيد النتيجة، بس هو بيعرف انه عادة اللي بيربح بالدور الاول صعب يكررها بالدور الثاني. صحيح. والفريق الكويتي عنده فرصة وريفانج مع كيس، يعني مش بالنسبة للبنانية بعتقد نحن كسبنا انه الطاقم الحكام مباراة رح يكونوا شباب من لبنان، لانه لبنان ما عم يلعب بالفاينل. كنا بنحب انه الحكم وجمهوره يكون مبسوط بهذه البطوله، ولكن ظروف البطوله راحت بهذا الشكل، وهذا يمكن اذا بدك بيعطينا اكثر مصداقيه نحن كشركه منظمه، لانه هيدي رابع بطوله بننظمها، على طول كان عم يكون معنا الفرق اللبنانيه بالفاينل وعم تربح. فبعض الفرق صارت تقول انه يمكن عم بيصير في اذا البطوله عم تكون على قياس الفرق اللبنانيه او عم بتكون الامور عم بتروح باتجاه الفرق اللبنانيه. هذا اللي صار اليوم بياكد انه نحن كشركه منظمه الشؤون الفنيه الشؤون التحكيميه ما بنتدخل فيها، ما لنا علاقه فيها، نحن شغلنا برا الملعب. مين ما بيربح صحتين على قلبه. بالنسبه لنا كل الفرق المشاركه هي على مستوى واحد، نتعاطى باحترافيه مع الجميع، لانه الهدف من هاي البطولات مثل ما قلنا هاي البطوله لا بتوصلك على كاس عالم ولا بتوصلك لمحل، الاهميه تبعتها انك تقدر تحضر لتفوت على السيزون بافضل صوره ممكنه. طيب خلينا نرجع نحكي من بعد موضوع الفاينل بكره، ان شاء الله اكيد الافضل يربح، ولكن بدي اسال مستقبل بطوله ابو ظبي الدوليه لكره السله، هل رح نرجع نشوفها بالسنوات المقبله؟ شوف انا رح وعدتك قبل البطوله وقلت لك رح يكون في عندنا خبر حلو رح نعلنه معك في السجاد. شركه جلوبال اكتيف سبورت اوريدي بصدد توقيع مذكره تفاهم MOU نحن ونادي الوحده ومجلس ابو ظبي الرياضي، لحتى بطوله الوحده الدوليه نرجع نشوفها بنسخه ثانيه بسنه 2025 تحديدا بشهر سبتمبر. التواريخ بنبقى بنحتاج نحكي فيها ثانيه. وهيدا اذا بدك يعني بتعكس التقييم اللي صار من قبل مجلس ابو ظبي الرياضي واللجنه المنظمه للبطوله للفعاليات وخاصه من بعد يعني هن في اكثر من نقطه بتاخذها بعين الاعتبار. وحده منها يعني اذا بدك موقف او راي الفرق المشاركه من التنظيم من المستوى الفني من كل جوانب البطوله، اضافه للاكسبوجر اللي اخذته البطوله. نحن عندنا بحدود فوق المليون مشاهده على السوشيال ميديا للمباريات ال16 عمليا هن لهلا صاروا 15 مع هذه المباراه. فارقام المشاهده عم تكون كثير عاليه، المتابعه عم تكون كثير عاليه، التفاعل عم بيكون كثير عالي ان كان بمصر بالعراق بلبنان بالمغرب بالكويت. فبالتالي هذا كله بيتاخذ بعين الاعتبار. واضح انه في توجه عند مجلس ابو ظبي الرياضي انه بالمراحل الجايه نشوف العديد من الفعاليات الرياضيه الجذابه. بقدر اقول لك كمان انه نحن نبدو انه رايحين على تعاون اكبر مع مجلس ابو ظبي الرياضي، ورح يكون عندنا اكثر من فعاليه بالمرحله الجاي. بفضل ما احكي عنهم هلا لحتى تصير الاشياء رتن، بس على الاكيد في عندنا بالباسكتبول على الاقل فعاليتين او ثلاثه خلال هيدي السنه رح يكونوا على ليفل كثير عالي. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله اكيد. ابراهيم بدي اتمنى لك انا كل التوفيق. بدي لك شغله انه اللي لفتني بتنظيم هيدي البطوله اول شيء الاحترافيه العاليه، وهيدي كنت عم بقولها بكل ما كنت عم بعلق. اول شيء مستوى الفرق جيد جدا، عم نشوف ابطال من كل البلدان، حتى عم نشوف
طاقم حكام طاوله كامل جدا. الحكام اللي عم بيكونوا موجودين حكام دوليين مرتبين جدا. IRS موجود. عم نشوف الستاتستكس موجود. نسبه المشاهده كمان كثير عاليه، يعني على اعلى مستوى. جاد بدي اقول لك شغله، في موضوع نحن ما حكينا فيه من اول البطوله، بس لكن بسمح لحالي هلا ارجع احكي فيه. بهيدي البطوله الحكام كلهم تم تسميتهم من الفيبا. حلو. يمكن هذا بعض كثير من الجمهور ما بيعرف، ولكن كل الحكام اللي قادوا هذه المباريات تبع كل البطوله كلهم فيبا واكتف، يعني مش انه فيبا سابقين، وبالتالي تم تسميتهم من الاتحاد الدولي. في عنا 10 حكام من فيبا اجيا تم تسميتهم من فيبا اجيا مباشره، وفي حكمان اللي اجوا من مصر ومن المغرب كمان هن فيبا، وائل ابراهيم واسماء بن خضر. بالنسبه للكوميشنر تبع المباريات اذا انتبهتوا، كابتن حسين بلوشي كان كوميشنر لكل مباريات البطوله لانه هو كوميشنر فيبا اكريديتد، وبالتالي اللي بدي اقول لك اياه على هذا الجانب نحن كثير حريصين لحتى كل الفرق تكون حاسه انه الفرصه متساويه قدام الجميع، وانه الشغل الفني والتقني مثل ما حضرتك تذكرت، يعني حكام الطاوله الاربعه موجودين، فريق استاتستيك، الكوميشنر، حكام الارض، كلهم على مستوى الاتحاد الدولي لحتى يكون في ثقه اذا بدك من الفرق. وبعتقد الحمد لله هيدي لمسناها من الكل، انه مستوى التحكيم والشغل الفني عم يعطي ثقه اكثر واكثر لهالبطولات، وعم بيخلي الفرق تضلها مشجعه تشارك معنا بالسنين الجايه. يعني ما بعرف شو بدنا نقول اكثر من هيك. يعطيك الف عافيه ابراهيم، اسم الله عليك، يعني قدرت تنظم بطوله على اعلى المستويات، وطبعا نلت ثقه الجمهور، نلت ثقه الفرق، نلت ثقه المجلس ابو ظبي الرياضي والاتحاد الاماراتي لكره السله ان شاء الله، ونادي الوحده، وان شاء الله بنكون عم نشوف بكره فاينل مميز وختام مميز للبطوله بفعاليه رائعه جدا ان شاء الله. بعتقد رح يكون يعني تقريبا المباراه هون صارت واضحه. صحيح. ان شاء الله رح تكون مباراه اول شيء مثل ما حضرتك ذكرت مباراه سعريه لنادي الكويت، وبعتقد ان شاء الله تكون مباراه باسكت بول حلوه يستمتع فيها جمهور الباسكت بول، وتكون ختام حلو لبطوله كانت حلوه ومميزه. شكرا. انا اشكرك جاد بهذه المناسبه، وقفتك معنا من وقت ما اعلنا عن البطوله، خلال البطوله، تعليقك على المباريات. فعلا يعني نحن انا كتبت لك هذيك اليوم، يمكن فقدناك بلبنان بس كسبناك بالامارات. يعطيك الف عافيه، خليك بهالهمه. فيني اقول عنك يمكن سفير الاعلام الرياضي بالامارات. بتبيض الوجه والله يقويك. كلك ذوق، عم نعمل نحن اكيد اللي بنعرف نعمله، وبدي اتشكرك كثير على هالشهاده يا ابراهيم. اذا المباراه بطريقه لا نهايه، كان معنا المدير التنفيذي لشركه جلوبال اكتيف سبورتس زميل ابراهيم تسوقي، وعم نشوف كنا الدرايف من ياسين محمد اللي كان عم يسجل النقطة رقم 100 اللي عم يطالبوا فيها الجمهور على السوشيال ميديا. كمان تحية لكل اللي عم يتابعونا على السوشيال ميديا وعلى كافة الجروبات. $168 دقيقتين لنهاية المباراة. الاتحاد السكندري فينا نقول انه أصبح بالمباراة النهائية لبطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، ورح يواجه فيها بهاللحظات أيضا ثلاثية جديدة لفريق الاتحاد السكندري عبر اللاعب محمد طه. ما بعرف ليش منه مبسوط محمد طه، يعني 103-68، 35 نقطة الفارق. تسديدة ما بيسجلها، باسم، ياسين محمد طه، بخيت عن 3 نقاط. بخيت دورك سنتر مش مسدد 3 نقاط ولكن ما عم بيقفي. اسم الله عليك يا بخيت، عبد الرحمن البخيت. ثلاثية جديدة 105-68. الهوا لبرا لعند بيري. وصلنا باخر 50 ثانية من اللقاء. ايوب النوحي 45 ثانية، عم نشوفها بالإعادة. قدر ياخذ الخطأ. اوف، عم بيصطدم كوعه بوجهه لميدو. كل السلامات لميدو.
باسم مقطوعة من اللاعب الزغلول. الزغلول درايف على السلة بيسجل. وفير بلاي من ميدو، فير بلاي من الاتحاد السكندري، فير بلاي من ميدو، وعم بيفوز فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 106-72. بهالفوز بيكون الاتحاد السكندري عم بيتأهل للمباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، وراح يلاقي فيها نادي الكويت الكويتي بكرة الساعة 6:30 المساء بتوقيت الإمارات. بعد ما يسلموا اللعيبة على بعضها حيكون بمقابلة مع زميلتي ناتالي عواد مع اللاعب الأفضل بالمباراة واللي نقته اللجنة الفنية للقاء. إذا لحظات ومنكون بالمقابلة مع ناتالي. بذكر بنتائج اليوم، الوحدة كان عم بيفوز على المنتخب الإماراتي 94-83، والاتحاد عم بيفوز على الرباط فتح الرباط 106-72. بذكر انه الكويت الكويتي ايضا كان فاز بالمباراة نصف النهائية الاولى على الحكمة بعد اوفر تايم بمباراة رائعة جدا انتهت بالثواني الاخيرة. يعني المباراة النهائية رح تكون مباراة سقرية بين الفريقين. شوية إحصائيات قبل ما ننتقل عن زميلتي ناتالي. 29 نقطة لميدو، بعتقد ميدو رح يكون هو أفضل لاعب. 29 نقطة لميدو، 15 للاعب عبد الرحمن بخيت اللي سدد 3 من 3 على 3 بوينتس. نسبة التسجيل لفريق الاتحاد السكندري كانت 63.9%، بالمقابل نسبة واطية لفريق الفتح الرباط المغربي. شو اسمه رئيس النادي؟ مصلحي؟ مصلحي؟ مصلحي. إذا ناطرين من بعد هالتيم ميتينج مع المدرب أحمد سليمان. أفضل لاعب بالمباراة هو أنس محمود، ورح يسلموا الجائزة رئيس النادي المصلحي. الريباوندز كانوا 38 لمصلحة الاتحاد السكندري، 30 لفتح الرباط. البريك اللي انعمل انخلق من الكوارتر الأول، وشوي وشوي قدروا يطلعوا الفارق لل 34 نقطة وين هو لمصلحتهم. إذا لحظات ومنكون بمقابلة مع زميلتي ناتالي واللاعب أنس محمود. إذا لك ناتالي. نعم جاد، إلى جانب رئيس نادي الاتحاد الاسكندري أستاذ محمد، بدنا نقول لك أول شيء مبروك. كيف رح تشوف المواجهة ضد الكويت الكويتي بالفينال؟ والله أنا يعني هي حتى لو بطولة ودية، ولكن أنا سعيد طبعا بأداء اللعيبة النهاردة. 4 ماتشات ورا بعض الحمد لله، يعني العلامة الكاملة. عندنا ماتش بكرة صعب مع نادي الكويت الكويتي، فريق قوي، ولكن الحمد لله احنا كان لنا تجربه معاهم في الادوار، والحمد لله كنا كسبناهم، بس كسبناهم بعد اكسترا تايم. اتمنى ان شاء الله للتوفيق نادي الاتحاد السكندري، كل العناصر ما شاء الله عليهم حاجه محترمه جدا، مدير فني محترم. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، واتمنى نادي الاتحاد انه يرجع بالبطوله ان شاء الله. في البطولة العربية بأكتوبر بالإسكندرية، هيدي البطولة كيف قد ايه عم تكون تحضيرية كرمال البطولة العربية؟ أكيد حضرتك بتتكلمي صح طبعا. أتمنى إن شاء الله فعلا زي ما حضرتك بتقولي هي بطولة تحضيرية. عندنا بطولة صعبة في اسكندرية، المستوى عالي جدا لكل الفرق، من نادي الاتحاد للمرة الثانية على التوالي، يعني من خلال 3 سنوات بينظم البطولة.
ان شاء الله ينظمهم بشكل محترم. هو ده نادي الاتحاد السكندري بطل العرب باستمرار. اتمنى ان شاء الله نادي الاتحاد برضه يفوز بيها، واتمنى جمهور نادي الاتحاد المخلص المحب نادي الاتحاد يقف جنب فرقته في الاستاد برج العرب، وده مش غريب على جميع نادي الاتحاد. انا بعشق جميع نادي الاتحاد وبحبهم. اتمنى ان شاء الله الخير لهذا النادي. الف مبروك. بدك تسلم الام في بي. العراقية الرياضية، مباريات بطولة الوحدة الدولية الودية بكرة السلة في أبو ظبي. فيودور دوستويفسكي كثاوة توناي وتوناي كيرية وبيلاسوبا أورسنايا وخشيوة لخامنداني كثاوة بجدية ومعبدانة بعلما كله بريالي بيوم 15 من تشرين تريانا بشعتة 1800 سيوخا بمدينة موسكو مشغالة بقراية صبروثا وآو زورة بأمرا وسامزودة قريانة إيوتونياثا من صالمانتا مثل يمة بشعتة 1813 وآو 15 سنة وربيع الدانا شوقلة لقريته بمدرشتا وزلة بثراشة مخاروثة جيسيتا ويمن دبرقل قريته بلخلة أخ مخارة جيسايا وكم ترجم وقتاوي قد أعود وزوزة زوداني وأوسي وخمششنة كثولة توناية